على فكرة حليم وأمل هيرجعوا لبعض. انا كنت عارف بس برضه حرقت المفاجأة. اول حاجة انا اعتزلت السوشيال ميديا، وفي بقى طبعا بقى ثواني في ايه؟ لا طبعا اعتزلتي وبدأتي ما شاء الله ما شاء الله هتلمي ما شاء الله ما شاء الله. ده حاجة يعني حاجة في منتهى الروعة. مساء الفل يا ابن بلدي، جينا في فيديو جديد طبعا، وبعد طول الغياب ما بنعملش فيديوهات للمره المليون. رجعنا تاني، ما انا مالوش حد غيركم طبعا، مفيش اي مشاهدات ولا تفاعل ولا اي حاجه ولا اكن موجود اصلا شفاف، بس برضه مش بحبكم طبعا. عشان ما اطولش عليكم تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت، وندعي لاخواتنا يا رب ينصرهم وينهم على ما فيه، ونخش على اول فيديو. لا بجد تسلم ايديكي. ايه ده؟ لا اله الا الله، ده نحت ده ولا ده ايه اللي في وشك ده؟ انتوا ايه يا جدعان بتحشوا بلاستيك؟ ايه ده؟ ولا احلى صنايعيه خطيره. صح، ما هو طبعا ما انت واخده عليه لازم بيعملوا معجون وبتاع ووش وشقلباظات في الوش. لا زي القمر زي القمر بجد. احلى مره خرجتي فيها من تحت ايدي، فظيع. من تحت اي الدكتور بصراحه بيعمل عمليات تجميل، لا بجد المره دي لا تحفه. انت قمر مش محتاجه. يعني ده بعد عمليه تجميل مش قبل؟ بس لا يعني حاجه استغفر الله العظيم يا رب. يعني بعدين ايه ده؟ دي شفايف جاموسه دي ولا ايه؟ والشفايف بجد بجد الكونتور اللي عاملينه تحفه يعني نفس الشفايف يعني بالظبط. زي القمر. صح. ان شاء الله. حاسه ان الكونتور والمناخير ظبطت صح جدا جدا، احنا رفعنا التب شويتين لفوق. كانت معوجه سنه كده جايه بلفته كده فاهم، واي حد بيمشي يقول لك يا المناخير بس لو محتاجه تعدل سنه كده او سنه كده او تنسنتر. هي بجد يعني ظبطتها برضه. مش بصوا بقى عشان الناس اللي بتنمر عليا او بتتكلم، انا مقتنعه بنفسي جدا، عاجبني نفسي جدا. انت مش محتاجه شايفه حاجة نفسي والله. حلوه بشكل مبالغ فيه، واي حد بيتنمر عليا او بيتكلم هو غيران. مين اللي هيشهد العروسه؟ طبعا يعني فعلا يعني مش محتاج. انت اصلا مش محتاجه حاجه، يعني انت كده مش محتاجه اراء اي حد. انت كده يعني خلاص كده انت طلعت من الفرن كده، انت شطبتي، مبروك عليكي. وحياة امك ما تدلعي، عشان ايه يعني؟ الدلع ده مش ليكي يعني، ما تدلعيش قوي كده برضه. انت يعني انت مهما كان برضه انت كبيره في السن برضه، فاهمه؟ يعني بلاش تدلعي قوي كده عشان انت فاهمه مش لايقه عليكي. على فكرة حليم وأمل هيرجعوا لبعض. انا كنت عارف بس برضه حرقت المفاجاه. ماي كاتو. طب أقول لكم على حاجة تاني، عارفين عبد الله تركي وهايدي هيرجعوا لبعض. طب أزيدكم من الشعر بيت، عارفين روح ومودي هيرجعوا لبعض. بركاتك يا شيخ، بركاتك يا شيخ، لا اله الا الله. ايه انت جايب المستقبل ولا ايه؟ وهنا بنقول إن جبس مصر بيتوقع، والفيديو ده ما بيني وما بينكم. وأقول لكم على حاجة أخيرة، رحبوا بيا. ليه؟ عشان أنا جيت معلومة في البوس مع أخوك جبوس. توقعات جبس. شكرا ليك، شكرا. يعني نتمنى صوما مقبولا وافطارا شهيا. اول حاجة انا اعتزلت السوشيال ميديا، وفي بقى طبعا بقى ثواني في ايه؟ لا طبعا اعتزلتي وبدأتي ما شاء الله ما شاء الله هتلمي ما شاء الله ما شاء الله. ده حاجة يعني حاجة في منتهى الروعة. كام كلمة كده بوجههم لاشخاص وهم هيعرفوا نفسهم. قولي يا فنانة، قولي. لا انت خلاص، ده انت بقيتي فنانة خلاص، لازم نسمعك، اتفضلي. اول حاجة انا ما قفلتش صفحات لحد. تاني حاجة بطلوا تتكلموا في الظهر، لان انا ما بجيبش سيرة حد نهائي. تالت حاجة الناس اللي عمالة تلقح، يعني انتوا كنتوا بتقولوا ان انا وقفت جنبكم وعرفتكم كذا حاجة. طبعا ما انت خبرة بقى، ما انت هتعملي ايه؟ خبرة لازم تفيدي الناس كلها. كلمتكم في السوشيال ميديا بعد بقى ما يبقى فيه فض مجالس وبعد، نلقح ليه في الفيديوهات ونفضل نقول حوارات ونعمل وكلام ما حصلش بيتقال. فكل الحاجات دي يعني مش عارفه اقول فيها ايه الصراحه، بس انا ما تقوليش يا فنان، احنا اهم حاجه احنا نركز بس في اللي احنا بنعمله، عشان ده اللي هياكلنا عيش بعد كده. اهم حاجه لازم نركز قوي قوي قوي، لان التركيز في الحاجات دي بيبقى مهم، في اللحظات دي بتبقى مهمه لازم تركزي فيها. وكده احنا خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتعمل كومنت. ابوس رجل اهلك ما تطلعش من الفيديو غير لما تعمل عشان انا اتخنقت، انا برضه اتخنقت فاهم. لو ما عملتش مش عارف تفهم مش عارف. يلا سلام.